ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هناخدكم في قرية من أحلى قرى الساحل الشمالي، وهي قرية هاسيندا ريد أو هاسيندا الحمراء زي ما بيقولوا عليها. وهي اتسمت كده علشان مبانيها كلها ألوان. وركزوا معانا النهاردة علشان هنقولكوا ازاي تخشوها من غير QR كود، أو بمعنى أصح مين ممكن يبعتلك QR كود لو انت ما تعرفش حد جوه. قرية هاسيندا ريد في الكيلو 139، السور في السور مع هاسيندا وايت، وممكن تتراح من على البحر من وايت لريد أو العكس. كده احنا لسه داخلين من البوابة، وزي ما انتوا شايفين المباني شكلها خطير يا جماعة. طبعا هاسيندا ريد أو هاسيندا الحمراء من الكومباوندز اللي لو هتقعد جواها مش هتحتاج تخرج بره خالص، لأن انت عندك كل الخدمات موجودة جوه، من سوبر ماركت لمطاعم، وفي كمان جيم موجود. فانت فعلا مش هتحتاج تخرج خالص من الكومباوند، وحتى لو محتاج تخرج فانت كل حاجة بره حواليك. انت بعد مراسي بحوالي 8 كيلو، وتلال بعديك بحوالي 2 كيلو، فهي بصراحة موقعها جميل جدا. لو عايز تأجر هنا شاليه 3 أوض فاليوم ب18,000 جنيه، ولو عايز تشتري نفس الشاليه فهو سعره 20 مليون جنيه جاهز على الاستلام. طب لو انت بتحب تقعد في اوتيل فعندك اوتيل ذا ريد، وده سعره زي ما انتوا شايفين في اليوم يا جماعة، سعره 40,000 جنيه. كده احنا بنتمشى رايحين ناحية البحر واللاجون، وخليني اقول لكم ازاي ممكن تخشوا هاسيندا ريد لو ما تعرفوش حد جوه. هتكلموا مطعم اسمه كارلوس، ودي البيج بتاعته على انستجرام، وهتخشوا على جوجل مابس تجيبوا رقمه من هنا، وبيبعت لكم QR كود على طول تخشوا بيه الكومباوند. ولكن يا جماعة مش هينفع تستعملوا البحر خالص أو اللاجون، انت بس هتخش تقضي اليوم في الكومباوند وجوه كارلوس نفسه، ولكن مش هينفع تخرج ناحية البحر بالكيور كود ده. بس هو يوم ممكن تقضيه جوه الكومباوند وهتتبسط لو انت قاعد في الساحل الشمالي أجازة مثلا طويلة، وده هيكون الفيو بتاعك من ترابيزتك وانت قاعد جوه كارلوس باصص على البحر واللاجون. كده احنا بنتمشى عند الكباين اللي هي بتبقى كلها بص على اللاجون. جماعة شكله حلو جدا. طبعا الدنيا فاضية النهاردة شوية علشان الوقت بدري شوية، بس لو جيت في نص اليوم بعد الساعة 2 الظهر بتكون الدنيا زحمة جدا. كل اللي ورايا ده يا جماعة اللاجون، الكباين اللي بص عليه. وعلشان تشتري كابينة في الكومباوند لازم يبقى عندك بيت وتشتري كابينة عليه.
لكن ما ينفعش تشتري كابينة لو ما عندكش بيت. دلوقتي احنا هناخدكم في جولة على البحر والمطاعم اللي موجودة على البحر كده. بالمناسبة يا جماعة احنا في هاسيندا وايت، وخلاص بعد الحتة دي هنبقى في هاسيندا ريد. عشان كده بقول لكم ممكن تخشوا من هنا لهنا من على البحر عادي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، وقول لنا في الكومنتس ايه الفيديو الجاي اللي عايز تشوفه لأني قرية في الساحل. لسه عندنا حاجات كتير هتنزل الفترة الجاية.